السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل الاكلة الشتوية الشهيرة للمصريين كلهم والغير المصريين، العدس. تعالي شوفي بتكاته وحركاته. هيكون غاسلين العدس ده معايا نص كيلو الا حبة بسيطة، اكون غسلاه كويس جدا بتاع مرتين ولا حاجة واحطه في الحلة. ومعايا ربع كيلو طماطم وربع كيلو جزر متقطع، بطاطساية وسط كده، 3 فصوص توم، وبصلاية وسط برضو. كل ده هننزل بيه على العدس. تمام، وننزل بالجزر والبصل والثوم والبطاطس، كل المكونات الخضار اللي معايا. ولازم الحاجات دي هي اللي بتديله طعم ونكهة، واكيد الكل بيعمله بنفس الطريقة، اكيد انا واثقة يعني. نحط بقى المية عليه. المية طبعا ما نخليهاش كتيرة قوي علشان ما يبقاش خفيف مننا خالص. طبعا احنا هنعلق عليه ونسيبه بقى ايه، يتسلق ويستوي ويستوي. لما الحاجات كلها اللي فيه تستوي، خضار كله يستوي، نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا طبعا بعد ما سبته اخد حوالي مثلا نص ساعة، البطاطس استوت والجزر استوى. بسيبه بقى يبرد شوية، وبعد كده اضربه في الخلاط. هنا كده جبت الشفشق بتاع الخلاط عادي خالص، لو عندك هاند بلندر اضربيه بيه. في شفشق الخلاط ماشي، كله ماشي كويس معاكي. ابدأ بقى اضربه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بلونه الجميل ده. واكون حاطه مصفى بتاعه الطماطم دي على الحله، انزل فيها العدس اللي اتضرب، عشان خاطر لو في فرافيت طماطم، في فرافيت جزر، اي حاجه تتبقى. هنا اثناء ما انا بضرب بقى العدس، اكون عامله بصلايه فرماها في الكبه ومعلقتين سمنه بلدي كده واحمرها. اول ما تتحمر معايا اطشها على العدس اللي اتضرب، اكون معلقاه على النار طبعا. ده كده بعد ما ضربت الكميه اللي عندي كلها، مسكت البصله بقى طشيتها على العدس. احط بقى معلقه توم كبيره حلوه كده، بتاع 4 5 فصوص توم. تمام، توم مهروس وملح والكمون طبعا اساسي، والفلفل الاسود، ومعلقه شطه عشان احنا بنحبه حراق شويه. تمام، نقلبه بقى كويس جدا. طبعا لا غنى عن معلقه السمنه البلدي الحلوه المحترمه، عشان هي دي اللي بتديله طعم كويس قوي. دي معلقه سمنه بلدي، طبعا غير السمنه اللي اتحطت في البصلايه. طبعا شكلها اهو النهائي بعد ما غرفت. طبعا اديته غلوه بقى بالحاجات اللي انا حطيتها، حمصت له العيش، وده الشكل النهائي بعد ما غرفته. طبعا في ناس بتعمله فته، بتقطع العيش ناشف وبتسقيه بالشوربه العدس، وفي ناس بتعمله بشعريه، في ناس بتعمله بلسان العصفور، حسب ما تحبي. ده الشيء الاساسي فيه اللي هي الشوربه بتاعته. ويبقى الف هنا وشفا، ويا رب الاكله دي تكون تعجبكم، واكون عملتها بالطريقه اللي تعجبكم. انا نفسي الكل يجربها بالطريقه دي، قد ايه هتعجبكم قوي قوي قوي. وبألف هنا وشفا عليكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه لو بتشوفونا لاول مره، عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.